انا مش هموت هنا. يوجد انا اللي عامل الجنة. الفيديو ده الحقيقة الوحيدة اللي هتخرج من قلعة ألموت. أنا المهندس المصري اللي بنى أعظم كذبة في التاريخ. أنا اللي صممت أسطورة حسن الصباح. احنا هنا على ارتفاع 2000 متر فوق جبل بحر قزوين، عش النصر، قلعة مستحيل أي جيش يقتحمها. الصباح بنى هنا دولة رعب غير مرية، ودلوقتي أمر بإعدامي عشان السر يموت معايا. بس أنا مش هموت هنا. فاخر احمد معمار فريب به فرمان من خون شبابا هست. از این لحظه کسی که پناهش دهد نیز هلاک است. أنا اللي بنيت المكان ده، وأنا اللي عارف أدخل منين. وإحنا دلوقتي هكشف لكم كل الخدعة اللي عملتها. أنا اللي بني الخدعة دي، وأنا اللي عارف أوريكم كل حاجة من غير ما حد يشوفني. شايفين الدخان الأخضر ده؟ ده السر ورا اسم الحشاشين. بيخدروا الشباب لحد ما يغيبوا عن الوعي، ولما يصحوا يلاقوا نفسهم هنا. دي الجنة اللي بيموتوا عشانها. مفيش حور عين. اللي صممت ودربت الجواري دول يمثلوا عشان يبقوا آلات قتل جاهزة تموت نفسها عشان ترجع للجنة. جنة حسن الصباح. قوتهم مش في العدد، السلاح الحقيقي هو الصبر. الفدائي من دول ما كانش مجرد بلطجي، كان بيسافر بلاد تانية ويتعلم لغتهم لمدة 10 سنين كاملين كعميل نايم، ينام ويصحى معاهم. بيشتغل خادم أو حارس للملك لمدة 10 سنين كاملين. في اللحظة اللي تجيله الإشارة من ألموت يغرز الخنجر في قلب الملك. الاغتيالات دي عملت رعب نفسي في العالم كله. الملك يصحى يلاقي الخنجر ده مغروس في المخدة اللي جنب راسه، رسالة تهديد صامتة. الرعب ده خلى الصليبيين ينقلوا اسم حشاشين لأوروبا، وبقت كلمة أساسن في الإنجليزي تعني القاتل المحترف. أصلها من هنا. الحراس وصلوا هنا وفروا عليا كل الممرات. كل ظالم وله نهاية، والمغول في الطريق هيمسحوا القلعة دي من التاريخ. حسن الصباح فكر إنه ممكن ينهي عليا بسهولة، بس يعني أنا اللي عمل ده كله. أيمن عارف إنه هيغدر بيا، عشان كده أمنت نفسي بالباب ده. محدش في العالم يعرفه غيري. هو ده الوقت اللي أحكي فيه للعالم كله القصة الحقيقية. أنا برا ألموت، أسطورة الجنة الكذابة انتهت. والتاريخ أنا اللي هكتبه من جديد. شفته ده مش سحر ولا كرامات، دي هندسة نفسية وخداع. دي كانت الحكاية الحقيقية لحسن الصباح والحشاشين، والتاريخ دايما بيبان حتى لو اتدفن سنين، وأنا كنت شاهد عليهم.